مارك نورماند الذي استلم مبلغا قد لا يقل عن 125 ألف دولار نقل أسوأ صورة ممكنة عن السعودية في زيارته لها. جاء ذلك إثر نشره تصريحات تضمنت إساءات للنبي محمد عليه السلام وسخرية من السعوديين الذين وصفهم بأقبح النعوت. I went in, I drew a picture of Muhammad. I mean, I went all in. I did everything. Riyadh Airport, not great. And it's smelly people and donkeys. هذا الحقير أمعن في الدوس على كرامة المواطن السعودي أيما إمعان. انتقد مطار الرياض وقال أنه مليء بالأشخاص ذوي الرائحة الكريهة والحمير. استهزأ بالموظفين السعوديين الذين استقبلوه وقال أن أحدهم كاد يقبل قدميه. كما استهزأ بالزي التقليدي السعودي للرجال والنساء. It's smelly people and donkeys. It's kissing my feet. Everyone's wearing the tajiki, what do you call the burqa? The sauce, I think. Tajiki sauce. ورغم اعترافه بالاتفاق المسبق بينه وبين من أحضره بعدم التطرق لبعض المواضيع، إلا أنه تجرأ حسب اعترافه وسخر من الدين في المهرجان وتجاوز على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وألقى نكتة عن رجم النساء بأسلوب منحط، وكل ذلك تحت تصفيقات السعوديين الذين قال أنه استغرب من تقبلهم لنكاته القذرة. I went in, I drew a picture of Muhammad. I mean, I went all in. I did everything. I got a Muslim joke, and they go, do it, puss, yeah. And I was like, okay. And I did a whole joke about stoning women, and they were like, ah, we love it. And they hit a woman. Are there women there? Yeah, it was women there.